تخيل معايا كده جسمك يتحرك من غير إذنك، عينك ترمش لوحدها، إيدك تتهز، أو حتى صوتك يطلع غصب عنك. الناس مش عارفه، في ناس بتقولك مثلا في ناس بتقولك ده مثلا اللي بيشرب مخدرات، وتفضل الناس تبص وتضحك وانت مش قادر تقول غير جملة واحدة بس: مش بإيدي. هو عارف هو بيقول ايه بس مش قادر يمنع نفسه لانه حاسس بالتوتر. كل ما بيسيطر على الكلمه بيبقى متوتر زياده. متلازمة توريت اضطراب عصبي بيخلي الجسم يعمل أصوات وحركات من غير أي تحكم. الناس بتفكر إنه توريت عائق عن الحياة، إنه أنا كانت أهدافي إنه أكسب تعاطف الناس. اللي عنده توريت بيحس بإحساس غريب جدا قبل التشنج. أشرح لكم عن عملية متلازمة توريت. في ناس تخاف تفكر الموضوع إنه أنا ملبوسة أو جن أو أشياء مثل هيك. إحساس زي ما يكون إن الطاقة دي مضغوطة بتقعد تزيد، ولما بتخرج بيحس براحة، وبعد ثواني الموجة بترجع مرة تانية. الناس بتشوف الحركة بس ما بتشوفش الحرب. الشخص ده بيحارب نفسه وبيحارب نظرات الناس ليه. الشخص اللي عنده المتلازمة مش محتاج منك شفقة، هو كل اللي محتاجه منك إنك تفهمه. شاب زي بقيه الشباب بس مش عارف اعيش زي بقيه الشباب، لأن كل حاجة أنت شايفها غريبة هي محاولة عادية في إنه يكمل يوم. فقبل ما تحكم على حركة مش فاهمها، افتكر دايماً مش كل حركة بإيديك.